أهلاً بكم متتبعي صفحة المونديال سبورت. في هذا الخبر، الركراكي يعلق على إمكانية استقالته من المنتخب الوطني بعد الإقصاء من الكان. كشف الناخب الوطني وليد الركراكي عن موقفه إزاء مستقبله مع المنتخب الوطني بعد الإقصاء من دور 16 في كأس أفريقيا. في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد المباراة، قال الركراكي: لن أختبئ، وأتحمل كامل المسؤولية عن الهزيمة والإقصاء. ورد على سؤال بخصوص إمكانية استقالته من تدريب المنتخب بعد فشله الوصول إلى نصف نهائي كأس إفريقيا، قال: سنعقد اجتماعاً مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للبحث عن الحل الأمثل للمنتخب المغربي. وتابع الركراكي قائلاً: قدم اللاعبون كل ما لديهم، والآن لدينا الوقت لاتخاذ القرارات الصائبة لتطوير وتعزيز المنتخب المغربي. وختم مدرب المنتخب تصريحه بالقول: أتحمل المسؤولية، إنه فريق جنوب أفريقيا يستغل المساحات كما شاهدناهم في الشوط الثاني. كنا في أماكن جيدة، هذا اختيار وأتحمل المسؤولية. اللاعبون كانوا معي منذ الأول واليوم أنا المسؤول. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وترك تعليق أسفل الفيديو. أهلاً بكم متتبعي صفحة المونديال سبورت. في هذا الخبر، الركراكي يعلق على إمكانية استقالته من المنتخب الوطني بعد الإقصاء من الكان. كشف الناخب الوطني وليد الركراكي عن موقفه إزاء مستقبله مع المنتخب الوطني بعد الإقصاء من دور 16 في كأس أفريقيا. في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد المباراة، قال الركراكي: لن أختبئ، وأتحمل كامل المسؤولية عن الهزيمة والإقصاء. ورد على سؤال بخصوص إمكانية استقالته من تدريب المنتخب بعد فشله الوصول إلى نصف نهائي كأس إفريقيا، قال: سنعقد اجتماعاً مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للبحث عن الحل الأمثل للمنتخب المغربي. وتابع الركراكي قائلاً: قدم اللاعبون كل ما لديهم، والآن لدينا الوقت لاتخاذ القرارات الصائبة لتطوير وتعزيز المنتخب المغربي. وختم مدرب المنتخب تصريحه بالقول: أتحمل المسؤولية، إنه فريق جنوب أفريقيا يستغل المساحات كما شاهدناهم في الشوط الثاني. كنا في أماكن جيدة، هذا اختيار وأتحمل المسؤولية. اللاعبون كانوا معي منذ الأول واليوم أنا المسؤول. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وترك تعليق أسفل الفيديو.